الزملكاوية عن حبهم لتونس. هيقول لك بنحب تونس، بنحب اللهجة التونسية، بنحب التراث التونسي، وهيقول لك بنعشق حمزة المثلوثي. انتهت رحلة حمزة المثلوثي مع نادي الزمالك. حمزة المثلوثي بالنسبة لي أنا من أفضل المحترفين اللي دخلوا نادي الزمالك. ممكن يكون مش مهاريا، ولكن راجل كان قلبه جامد وكان شجاع وكان بيبذل كل جهده من أجل فلنة نادي الزمالك. لعب باك رايت ولعب قلب دفاع وشال الزمالك موسم كامل بسبب أزمة المدافعين. حول مكانه من باك رايت لقلب دفاع وأبدع فيها. البطولة اللي فاتت بطولة الكونفدرالية دي أنا مسميها بطولة حمزة المثلوثي من أول الماتش خالص، والجون الحاسم في العودة. للأسف هي دي الكورة، وللأسف هي دي الحياة في العموم. بس أنا ليا سؤال بطرحه على مجلس الإدارة. يعني أنت دلوقتي المفروض بتكون فريق جديد وبتنشئ كل حاجة من أول وجديد. عندك لاعب زي دوت بيقدر يلعب باك رايت، بيقدر يلعب مساك. انت عندك مشكله في الباك رايت، مفيش غير عمر جابر تقريبا. المساك شايفين حسام عبد المجيد بيتدلع ومش عايز يجدد وعايز يحترف والكلام ده كله. فهل ما كانش من الحكمه انك انت تجدد لحمزه المثلوثي موسم او موسمين وتستفيد بخدماته، يبقى لاعب اون تراك على طول موجود في ظل ازمه المدافعين اللي موجوده وازمه الباك رايت الموجوده في مصر في العموم؟ اعتقد ان كان خيار التجديد لحمزه المثلوثي موسم او موسمين كان هيبقى خيار افضل بكتير، خاصه ان صلاح مصدق لسه ما اثبتش نفسه. حمزه المثلوثي اسرع من صلاح مصدق. كنت ممكن تعمل اعاره لصلاح مصدق وتسيب حمزه المثلوثي، ولكن هي دي سنه الحياه. بس هنفضل فاكرين حمزه المثلوثي. حمزه المثلوثي من افضل المدافعين وافضل المحترفين اللي دخلوا نادي الزمالك. هيفضل محفور في الفانلة البيضاء بخطين حمر. حمزه المثلوثي احنا بنشكرك، بس هنفضل فاكرينك. نعمل فيديو نكون مش متعود، أول مرة نعمل فيديو نتكلم فيه. حبيت نشكركم واحد واحد. تفاعلات كبيرة ومسجات عظيمة، الحقيقة كلام يمس في القلب. يمكن نشارككم اليوم موقف صار لي الصبح. أنا متواجد في دبي في مركز تأهيل طبي. أنا جاي الصبح للمركز ولقيت واحد زملكاوي، يعني لالي شيء، سايب شغله وسايب حياته مستنيني باش يعبر على شكره ليا وامتنانه. الحقيقة موقف مسني برشا، حبيت نقوله لكم وحبيت نشكركم على تفاعلاتكم دايما في القلب. والله ممكن كلمة ما قلتهاش في البيان اللي هبطته. احلى حاجة خرجت بها من الزمالك اللي هي بعد واحد ما يخلص كورة يجي يتفرج على ماتشات، يحكي لولاده على الفترة اللي عشتها معاكم، يجي لمصر يلقى كل الترحاب وكل الذكريات الحلوة. هذه بصراحة ما تشتريش بالفلوس. انا ممتن برشا واشوفكم على خير.